الاهلي يفاوض هذا اللاعب ليكون بديل كهربا. بس قبل اي حاجة ما تنساش اذكر الله عز وجل وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بيتقال ان في توتر في العلاقه بين كهربا والجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارسيل كولر، وده في ظل عدم مشاركته خلال الفتره اللي فاتت بشكل اساسي مع الفريق، وفي تفكير قوي من جانب كهربا في خوض تجربه جديده في الموسم اللي جاي خارج النادي الاهلي من خلال البحث عن عرض خليجي. وفي نفس الوقت في مفاوضات من جانب النادي الاهلي مع اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي، وجهاز الكره في النادي الاهلي شايف ان اسامه فيصل عنده امكانيات فنيه جيده وقابل للتطور في السنوات اللي جايه، علشان كده تم ترشيح وعرض الصفقه على مارسيل كولر مدرب الاهلي من اجل ضمه في نهايه الموسم الحالي، وده في ظل صعوبه ضم صفقات محليه اخرى زي احمد امين اوفا مهاجم انبي ومروان حمدي مهاجم بيراميدز. جدير بالذكر ان اسامه فيصل مش بيمانع من خطوه انتقاله للنادي الاهلي، وده بعد ان تم جس نبضه. ففي وجهه نظرك يا معلم، هل شايف اسامه فيصل هو البديل الامثل لكهربا ولا لا؟